عارف ليه الناس بتتخانق مع بعض بسبب مسلسل ازمه منتصف العمر؟ اصل انت كده واحد من الشخصيات اللي اتقدمت في المسلسل. تعالى اقول لك انت انهي فيهم. ثواني بس، انا عايز اعرف يعني ايه ازمه منتصف العمر. هي مرحله من التوتر والحزن والقلق والاندفاع، الشخص اللي بيمر بيها بيراجع فيها كل حساباته وبيسال نفسه اذا كان راضي عن حياته واختياراته وهل حقق حاجه فعلا ولا لا. واول حاجه بتتاثر بالمرحله دي هو التزامه في شغله او في علاقه هو فيها، ويبدا التغيير من باب تغيير مش مدروس ومبني على اندفاع وتوتر، واللي ممكن يخسره حاجات ما يعرفش يعوضها بعد كده. الموضوع ده بيعلمنا حاجه مهمه جدا، وهو عدم الاصغاء لكل ما تأمر به النفس. يعني مش كل احساس يجي لي اصدقه، مش كل حاجه دماغي تقولها لي انفذ عمياني. كتير احساسنا بيطلع صح بس دماغنا ياما سوحتنا، وده انت تقدر تتحاشاه بحاجات بسيطه قوي، زي انك تشرك حد بتثق فيه في اي فكره او احساس. نرجع لشخصيات المسلسل. هو انت مين في شخصيات مسلسل ازمه منتصف العمر؟ عمر، الشخصيه اللي على قد ما شتمنا فيها كلنا، بس لما اقول لك على الصفه اللي فيها هتفكرك بحد. عارف مشكله عمر الرئيسيه ايه؟ انه خاين؟ لا، انه بيحب حماته؟ انه توكسيك؟ يعني توكسيك ده انا صاحبتي بتنقيهم. امال ايه؟ انه واقف عند موقف ومش عارف يتخطاه. صدمته من امه بعد وفاه ابوه وجوازها المتكرر من رجاله اصغر منها، مفيش جدال انه صدمه كبيره، بس اللي حصل ان عمر عدم تخطيه للموقف حوله لشخصيه مؤذيه لنفسه وللي حواليه، شخصيه بتدي نفسها الحق تعمل كل حاجه غلط ويقنع نفسه بعد كل ده انه الضحيه. اول حاجه عملها لما الدنيا خربت بسببه انه راح لامه، الشماعه اللي هيعلق عليها اخطائه. عدم تخطيك للموقف ما اذاش اللي سببوه، ده اذاك انت، حولك لشخص بيرمي مسؤوليه افعاله على المظالم القديمه. مفيش اسوأ من انك تبرر اذاك للغير بانك ضحيه. كلنا ضحايا، كلنا عندنا وجع ما بنتكلمش عنه وجرح لحد النهارده ملمش. اللي بيفرق الشخص الناضج عن الغير ناضج هو اعترافه بان مشاكله دي مسؤوليته، وعدم تخطيه ليها مش مبرر لاي اذى او ضرر للي حواليه. اكتبوا لي في الكومنتس مين من الشخصيات اللي عايزيننا نتكلم عنها.